بيكم في رمي التماس. كل جديد في عالم الكرة من أخبار وصفقات وتصريحات مولعة في دقايق بس بتوصلك الصورة كاملة. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. في تطور مفاجئ. الأيام اللي فاتت شهدت فشل قيد النجم الفلسطيني وسام أبو علي في نادي كولومبوس كرو الأمريكي. إيه اللي حصل ورا الكواليس؟ وهل دي بداية فصل جديد في مشوار اللاعب؟ مصادر قريبة أكدت إن القيد الرسمي لوسام مع كولومبوس كرو ما تمش، وده بسبب مشاكل إدارية معقدة مرتبطة بلوائح وأنظمة أمريكا الخاصة باللاعبين الأجانب، وده خلاه مش قادر يشارك مع الفريق زي ما كان متوقع. الموضوع مش سهل، النادي فشل في تجهيز الورق المطلوب في الوقت الصح، وبالتالي وسام خرج من حسابات الفريق لحد ما الأمور تتظبط. بس خلينا نكون واضحين، وسام لاعب موهوب وفي فرق تانية متابعاه عن قرب، والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل وسام هيروح نادي تاني ولا في مفاجأة في الطريق؟ الكلام زاد اليومين دول عن احتمال انتقاله للزمالك، خصوصاً بعد ما اتقال إن ممدوح عباس رئيس النادي السابق دخل على الخط. ممدوح عباس اللي ليه تاريخ طويل في إدارة الزمالك ومعروف بعلاقاته القوية في أوروبا وأمريكا، بيقال إنه بيحاول يتفاوض عشان يجيب وسام أبو علي للنادي. وسام لاعب جامد وأثبت نفسه مع منتخب فلسطين في التصفيات الأخيرة. لو الزمالك قدر يضمه هيكون إضافة هجومية كبيرة للفريق. وممدوح عباس طلع في تصريح خاص وقال: أنا متابع الموضوع عن قرب وبطمن جماهير الزمالك إننا شغالين على الصفقة دي بكل جدية، دايما بنسعى نعزز الفريق بلاعبين على أعلى مستوى، ووسام عنده إمكانيات كبيرة تؤهله يكون إضافة قوية لهجوم الزمالك. إحنا عارفين إن في تحديات في قيده، بس بعلاقاتي في أوروبا وأمريكا متفائل إن الأمور هتمشي. الزمالك نادي كبير ويستاهل الأفضل دايما، ووعد مني إننا هنكمل شغلنا بكل قوة لمصلحة النادي، وأي خطوة جاية هتكون محسوبة كويس. جماهير الزمالك مستنية الصفقة دي بشغف. يا ترى هتكون بداية رجوع القوة الهجومية للفريق؟ وهل وسام هيستغل الفرصة ويلعب في الدوري المصري؟ لكن أهم سؤال دلوقتي، هل وسام أبو علي عنده استعداد فعلا يجي الزمالك؟ يعني هل فشل قيده في أمريكا ممكن يبقى بداية لتحدي جديد؟ وهل فعلا هينضم للزمالك بأوامر ممدوح عباس؟ كل العيون دلوقتي على الملف ده، وهنشوف الأيام الجاية فيها إيه. لو مهتم بكرة القدم وكل جديد، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتسيب لنا رأيك في الكومنتات. وشايف وسام يناسب الزمالك ولا لأ؟ استنونا في فيديو جديد، وسلام.